السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة فيديوهات ماذا بعد الكورس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي أسعر شغلي مع العميل. موضوع التسعير ده برضو مهم جدا ومن ضمن المواضيع اللي احنا محتاجين نتكلم فيها واللي بتعطل ناس كتير وبيسألوا عليها. فيلا بينا نشوف السلايدز بتاعتنا بتقول ايه. اسعر شغل ازاي ومين اللي بيحدد السعر؟ دلوقتي جه وقت السؤال اللي بيخلي ناس كتير مش عارفين يبداوا شغل اصلا. اقول رقم كام من الاساس؟ يعني اسعر ازاي ومين اللي بيحدد السعر؟ انا ولا السوق؟ تعالوا نجاوب على الكلام ده. مفيش رقم ثابت، لازم تبقى عارف من الاول ان هو مفيش رقم ثابت ولا رقم سحري لكل الناس. نفس التصميم ممكن يتعمل ب 100 جنيه او ب 1000 جنيه حسب حجم الشغل، خبرة المصمم، نوع العميل، وسرعة التنفيذ، وطريقة التواصل والمتابعة. السعر مش بس على عدد الساعات، السعر بيشمل كل حاجة حواليك والحاجات اللي احنا قلناها دي. حجم الشغل عامل ازاي، خبرتك كبيرة ولا صغيرة، نوع العميل ذات نفسه. يعني احنا دايما انا بحط في دماغي او بحط مقياس بالنسبة لي نوع العميل والتخصص بتاعه، سرعة التنفيذ، ان التنفيذ بتاعك هيبقى خلال مثلا يوم، يومين، اسبوع، شهر، وهكذا. طريقة التواصل والمتابعة دي برضو هنتكلم فيها. ابدأ باسلوب التكلفة زائد القيمة. بمعنى هنتكلم في التكلفة، وقتك اللي هتقضيه ده محسوب من ضمن التكلفة بتاعتك. البرامج والمصادر اللي بتستخدمها، البرامج بتاعتك انت ممكن تكون شاري مثلا الفوتوشوب اللي انت شغال عليه، مش شغال على نسخة مكركة، فده في الحسبان. ويب سايت معين انت دافع اشتراك وبتدفع له اشتراك كل شهر او كل سنة، ده في الحسبان. استهلاك الجهاز بتاعك، انت بتستهلك نت وكهرباء وان الجهاز بتاعك جايبه بالشيء الفلاني، فده برضو من ضمن التكلفة. اي حاجة ليها تكلفة فعلية عليك. ده في ناس ممكن تحسب زي ما قلنا اشتراك النت، وفي ناس بتحسب المشاريب اللي هي بتشربها ساعة ما بتخلص الكورس. ده طبعا انا بهزر، بس هي الفكرة كلها ان انت لازم تكون حاطط في دماغك الكلام ده كله. خلصنا التكلفة، تعال ندخل على القيمة. التصميم ده يعني هيضيف ايه للعميل؟ قيمة التصميم بقى، والهدف منه هيساعده يبيع، هيخلي شكله احترافي قدام الناس، هيوفر عليه وقت او مجهود. يعني القيمة او الفاليو اللي هو هيقدمها للعميل هتبقى عاملة ازاي، هيضيف له ايه في الشغل بتاعه. لو جمعت دول مع بعض، القيمة والتكلفة، هتقدر تحدد تسعيرة منطقية. هنبص على السوق، شوف الناس اللي في مستواك بتاخد كام، وشوف الاسعار اللي موجوده على مواقع مثلا زي خمسات او مستقل او اب وورك، وكمان الجروبس بتاعت الفريلانس. طبعا احنا بنتكلم على النقطه دي لو انت الشغل مثلا جالك في دوله عربيه او في الخارج او ايا كان فريلانس، برضو احنا بنتكلم على النقطه دي. فانت بتبتدي تشوف التسعير عامل ازاي في السوق بناء على المواقع دي، او بناء على ان الدنيا ماشيه حواليك عامله ازاي، سواء مثلا كشغل شركات وهنتكلم عليه، او سواء كشغل فريلانس في مصر او بره مصر. خليك حذر، في ناس بتسعر رخيص جدا وبتضرب السوق، وفي ناس اسعارها عاليه قوي لان هي محترفه جدا. خد فكره بس ما تعتمدش عليهم كليا. انت ممكن تشوف السوق ماشي ازاي، وممكن تسعر اقل منه، وممكن تسعر ازيد منه، وممكن تمشي زيه. انت بتاخد فكره من السوق. اطلب السعر المنطقي بالنسبه لك واللي يكون يرضيك. مش شرط ان انت تكون ماشي مع السوق بالظبط، او ان هو اللي ماشيين بيه انا همشي بيه. في نفس الوقت برضو ما ينفعش ان انت مثلا انت هتعمل بوست سوشيال ميديا، في واحد تاني بيعمل بوست سوشيال ميديا ب 1000 جنيه وانت تقول انا هعمل ب 1000 جنيه وانت لسه خبرتك صغيره. ممكن ده يكون احترافي او محترف عنك. وما ينفعش برضو ان انت تقول انا هعمله ب 50 جنيه. انت كده بتضرب الدنيا وبتضرب السوق، والعميل يعني مش عايزين يقول هيستهيفك، بس يعني مش هيبقى الشغل تمام يعني بالنسبه لك. مين اللي بيحدد السعر؟ اللي بيحدد السعر الحقيقي هو الاتفاق ما بينك وما بين العميل من البدايه. بس البدايه طبعا بتيجي منك انت. يعني احنا زي ما قلنا السوق مهم، او ان انا اشوف الاسعار في السوق عامله ازاي، تمام، بس ممكن كل ده يروح لو انت اتفقت انت والعميل على سعر معين. يعني انت تقول السعر الاول بناء على شغلك ومجهودك، والعميل يا اما يوافق يا اما يتفاوض يا اما يرفض. ودول طبعا 3 حالات احنا كده كده عارفين. هيوافق على السعر فهتشتغل، هيتفاوض طب خليها عليك شويه، طب عندي شويه، طب نقسم البلد نصين، او يرفض من الاساس ويتوكل على الله. لكن ما تستناش طبعا العميل يقول لك انا معايا شغل كذا وهنعمله بكذا. العميل عايز شغله ببلاش الا ربع، تمام؟ يعني العميل لو طال ان انت تعمل له الشغل ببلاش هيعمل كده. اعرف انك ممكن تتعلم من
كل مشروع. في الاول عادي لو سعرت اقل من الطبيعي، ده مش غلط، بس انت بتتعلم منه. يعني كل مشروع هتشتغله هيخليك تفهم اكتر وقتك بيمشي ازاي، ايه اللي بياخد مجهود، التعديلات بتستهلك وقت قد ايه، العميل ده نوعه ايه. الاربع حاجات دول وممكن حاجات ازيد منها كمان، ده بيخليك ان انت تفهم السوق ماشي ازاي وبتاخد خبرة اكتر. مع الوقت التسعير هيبقى بالنسبة لك اسهل ومش هتضطر تسأل فيه ناس. اعمل تسعيرة لنفسك. لو انت عايز توفر الكلام ده كله، انت ممكن تبتدي زي منيو كده للاسعار تعمله لنفسك. لو انت ما انتش عارف تبدا منين، ابدا بورقه وقلم كده واكتب الاتي: سعر التصميم العادي، سعر البوستر، سعر تعديل بسيط، سعر تعديل كبير، سعر التسليم خلال مثلا 24 ساعه، سعر انك تشتغل من الصفر او تعدل على حاجه كانت موجوده. كل ده بتكتبه علشان العميل لما يقول لك تبتدي ان انت تبقى واثق من الكلام اللي انت بتقوله وتبقى عارف سعرك ماشي ازاي. الموضوع بيتبني مع الوقت، بس لما يبقى عندك رينج اسعار في دماغك هتتكلم بثقه اكتر واريحيه اكتر. خلاصه الكلام، مفيش سعر سحري ولا سعر ثابت، بس لازم السعر يكون منطقي شويه. احسب تكلفه وقتك زائد قيمه شغلك. خد فكره من السوق بس ما تعتمدش عليه. ابدا انت بالتسعير وسيب التفاوض مع العميل لو اضطريت لكده. كل مشروع هيعلمك اكتر عن شغلك وتسعيرك. واعمل تسعيره لنفسك وراجعها كل فتره واعمل لها ابديت. ده كان خلاصه الكلام بتاع فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتستنانا في فيديوهات جايه هنتكلم فيها اكتر واكتر عن السوق والاسعار والشغل وماذا بعد الكورس. سلام.